والله لن تجد في الحياة أحن ولا ألطف عليك من الله. الواحد يقرر أن يصنع معصية ويعزم عليها، الله عز وجل لا يمنعه من فعلها، مع أن الله عز وجل قادر على أن يرسل جنديا من جنوده فيقطع الطريق عن هذا الإنسان من صنع المعصية، لكن الله عز وجل يتركه وشأنه. فإذا بدأ بصنع هذه المعصية فإن الله عز وجل يمنع الناس من الاطلاع عليه حتى لا يفضحه الله عز وجل. فإذا انتهى الإنسان من صنع المعصية فإن الله عز وجل يدعوه إلى الرجوع وإلى التوبة إليه، بل إن الله عز وجل يكافئه بأن يبدل السيئة إلى حسنة. فإذا لم يرجع العبد إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يمهله فترة من الزمن قد تصل إلى سنوات، بل إن الله عز وجل يدعوه كل ليلة إلى الرجوع إليه. أليس هو الله الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؟ إنه الله جل في علاه. فإذا تاب العبد ورجع إلى الله فإن الله عز وجل يفرح بتوبة هذا العبد أشد من فرح العبد بتوبته بنفسه. الله عز وجل يفرح بتوبة هذا العبد أكثر من صاحب هذا الذنب. سبحانه هو الغني المستغني عنا، ويفرح بتوبة ورجوع عبيده إليه.